هاي الجريمة صارت ببغداد قبل كم سنة، واللي سوتها مرة اسمها نهلة. نهلة كانت متزوجة من أبو حسين، رجال طيب بس بيه طبع واحد، يغار موت. يوم من الأيام أبو حسين شاف رسالة بجوال نهلة من رقم غريب وانهبل، بلش يشك بيها وبدأ يعاملها بقسوة. كل ساعة تحقيق، كل ساعة صياح. مرت الأيام وكبرت المشاكل، ونهلة صارت تحس إن حياتها صارت جحيم. وبيوم من الأيام وهي تنظف المطبخ أخذت سكينة كبيرة وراحت للغرفة وزوجها نايم. راحت للأهل وقالت أبو حسين تعبان ونايم ما يقدر يجي. بس الشرطة انكشفت الموضوع بعد بلاغ من الجيران بسبب ريحة طالعة من البيت. نهلة انهارت بالتحقيق واعترفت بكل شي، وقالت بالحرف الواحد: ما عدت أتحمل، حسيت إني محبوسة. القاضي حكم عليها مؤبد، والكل انصدم من اللي صار. سؤالنا إلكم: لو كنتي مكانها شنو تسوي؟ اكتب رأيك بالكومنتات.